حي فوق بجيليز او ما يطلق عليه بقرية التوت، حيت فيها شجر ديال التوت، واسم اللي معروف به هو درب الصبليون. والدرب جا بين زنقة حمد البقال وزنقة يوغوسلافيا، وماشي بعيد على سينما بالاس وفندق الكتبية اللي تبنى في 1930. واما درب الصبليون تتقول الرواية الشفهية انه تبنى في 1924، وكانت تسكن فيه عائلات اسبانية، داكشي علاش سميتو درب الصبليون. في اخر الفيديو غادي نخلي لكم حلقه ديال درب اعرجان اللي في حومه الرحبه القديمه، وكاين درب صبليون الاخر اللي كان في زنقه رحال بن حمد. من بين الشخصيات اللي ارتبط اسمهم بدرب الصبليون كاينه مدام فرينه اللي كانت تجي ليه وكانت ساكنه في فيلا وراء فندق كنزه. وهاد مدام فرينه هي مولات الحي واللي كانت تشد كراب، ملي ماتت بدات يشدوا ولدها حسب الروايه ديال سكان الحي، ومن تماك انقطع الاتصال. والان بدات تظهر واحد المشاكل عقاريه، ومن خلالها حكموا عليهم بالافراغ، والله يدير لهم شي طويل ديال الخير. كذلك شخصيات الدرب كاين الحاج عبد الوهاب بوشمامه، وفيليب لاعب كره السله، ورشيد الخراز، وبن ابراهيم، عائله بولعرارب، عائله اصافار، والاستاذ عتابو وبدر خان، ومحل اصلاح الساعات والتلفز والفرنسي اللي تبيع الكتب. كتبوا لي في التعليق اسماء العائلات والاصدقاء ديالكم اللي سكنوا بالدرب، وشنا هي ذكرياتكم معاه. والى هنا تنتهي جولتنا، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.